في إحدى ليالي الشتاء الجميل في أم الدنيا الناس بتصحى على خبر مفزع. الخبر كان في واحدة من الجرايد المصرية في الوقت ده. الخبر كان بيقول إنه تم القبض على أذكى نصابة في مصر. هي فعلا كانت ذكية بدرجة كبيرة جدا، وصلتها إنها سرقت ذهب ومجوهرات نص ستات محافظة المنصورة والشرقية. قصتنا يا صديقي بتعود لسنة 1992 ميلاديا. بطلة قصتنا النهاردة واللي هي النصابة كانت ذكية جدا، عشان كده بداية كل نصاباية من اللي هنقولها كان بيبقى بدايتها طفل. كمان معظم جرائمها اللي كانت بتعملها كانت بنفس اللبس وتسريحة الشعر وكمان بنفس الطريقة مع اختلاف الضحية. بدايتنا مع أول نصباية للست دي كانت مع طفل اسمه أحمد شريف. بيحكي أحمد وبيقول إنه رجع من المدرسة الظهر، كان أبوه موجود في البيت فهو اللي فتح له الباب. مفيش شوية ونزل والد أحمد علشان يروح يجيب أخته من المدرسة. أحمد فضل في البيت لوحده مع أخوه عادل اللي كان عمره 4 سنين. فجأة سمع أحمد صوت الباب بيخبط، لكنه ما فتحش وسأل من ورا الباب مين اللي بيخبط. قالت له النصابة أنا الدكتورة سحر زميلة مامتك في الشغل، وإنها جاية علشان تدي والده حاجة، لكنها لقيته مشي بالعربية فما لحقتش. أحمد فتح الباب نص فتحة وبدأ يتكلم معاها. أول ما لقت النصابة الطفل اطمن لها، حطت إيدها في جيبها وطلعت سلسلة ذهب، وقالت له إن والدته بعتتها البيت علشان تحطهم في علبة الذهب بتاعتها اللي في الأوضة. أحمد دخل الأوضة وجاب لها علبة الذهب وقال لها هي دي ولا لأ؟ النصابة قالت له لا مش دي، وروح هات التانية. وفعلا أحمد دخل الأوضة وجاب لها العلبة التانية واداها لها وقال لها هي دي؟ قالت له لا، روح هات التالتة. راح أحمد ورجع وقال لها هم دول اللي موجودين ومفيش علب تانية. النصابة قالت له خلاص خد العلب دخلها جوه وخلي بالك لحسن حد يسرق منها حاجة. أول ما النصابة مشيت أحمد فتح العلب بتاعت الذهب لقاهم فاضيين. اترعب وفضل يصرخ من اللي والده ووالدته هيعملوا فيه لما يعرفوا. النصابة كانت دايما بعد ما بتخلص أي عملية سرقة من النوع ده كانت بتروح تبيع المجوهرات دي في بلد تانية، ومعظم ضحاياها كانوا من المنصورة والشرقية والسنبلاوين. النصابة بعد العملية دي خدت بعضها وسافرت على طنطا، وهناك فضلت تراقب الأجواء انتظارا لأي ضحية جديدة. بعد فترة قريبة لقت الضحية وفضلت كام يوم تراقب البيت واللي ساكنين فيه، وكانت بتتصنت عليهم علشان تعرف بيقولوا ايه. بعد ما جمعت المعلومات الكافية واستنت الفرصة المناسبة خدت بعضها وراحت خبطت على البيت. اللي فتح لها كانت طفلة صغيرة في مدرسة طنطا الإعدادية واسمها رشا. رشا لسه بتسألها هي مين، راحت النصابة قالت لها إنها اسمها سلوى وإنها شغالة في محل الحاج سعيد بتاع الساعات، وقالت لها ان والدتك اشترت مني ساعة وثمنها 80 جنيه، وقالت لها ان كمان والدتك هي اللي قالت لي اجيبها لها على البيت. وعلشان تطمن رشا قالت لها ان والدتها اشترت منها الساعة وهي في طريقها لشغلها في شركة طنطا للزيوت والصابون. بعد الكلام اللي قالته رشا اتأكدت انها تعرف والدتها فعلا، فهنا النصابة طلبت من رشا انها تدخل تجيب وصل احمر من جيب الجاكيت بتاع والدتها واللي كان موجود في اوضة نومها علشان تاخد الوصل وتسلمها الساعة. بتقول رشا انها اول ما دخلت جوه الشقه لاحظت ان النصابه دخلت وراها وقعدت في الصاله، فبالتالي راحت رشا على المطبخ عشان تعمل لها اي حاجه تشربها. فهنا استغلت النصابه اللحظه دي ودخلت على اوضه النوم وسرقت الذهب والمجوهرات اللي موجوده جوه. وعلى حسب الخبر ما بيقول ان المسروقات كانت عباره عن سلسله وختمين وحلقين و14 لعبه وصليب كبير كان يعمل له في حدود 5000 جنيه في الوقت ده. لكن المضحك هنا انهم لما سالوا والد رشا في التحقيق ضحك وقال ان والدة رشا سمعت واحدة زميلتها في الشغل كانت بتحذر من الموضوع ده، فكانت عايزة تستأذن من الشغل عشان تروح لرشا البيت عشان تاخد بالها. بعد ما النصابة انتهت من سرقتها وكمان باعتها، وبعد فترة صغيرة جدا دخلت على الضحية اللي بعدها، لكنها ما كانتش طفل زي كل مرة، دي كانت طالبة جامعية مخطوبة وكان اسمها هبة عبد الفتاح. هبة كانت في سنة ثالثة حقوق، لكن الغريب انها ما خدتش بالها من اي حاجة. المهم ان النصابة كالعادة بعد ما جمعت المعلومات الكافية عن الضحية راحت وخبطت على الباب. اللي فتح لها كانت هبة. النصابة قالت لها ان اسمها سحر وانها من السكرتارية بتاعت مدرسة اخوها، وقالت لها على اسم والدها ووالدتها وشغالين ايه علشان تطمن ليها، وقالت لها كمان ان اخوها متهم في المدرسة انه سرق سلسلة من واحدة من المدرسات بتوعه، وقالت لها انها بصفتها صاحبة والدتها والناظر صاحب والدها قرروا يلموا الموضوع من غير فضايح، وان الناظر طلب منها انها تيجي البيت علشان تدور على السلسلة وتديها لصاحبتها علشان تلم الموضوع. فدخلت النصابة مع هبة الأوضة وفتحوا علبة المجوهرات. هنا طلبت النصابة من هبة كوباية مية. راحت هبة تجيب كوباية المية وهي خايفة من الكلام اللي بتقوله النصابة عن أخوها، ولما رجعت هبة بالمية قالت لها النصابة إنها خلاص لقيت السلسلة وإنها ما تخافش هي هتحاول تلم الموضوع. هبة قالت في التحقيقات إن لما فتحت علبة الذهب بعد ما النصابة مشيت لقت العلبة فاضية، وإنها كمان سرقت شبكتها اللي كانت عبارة عن أسورة ألماظ. ونفس اللي حصل ده حصل برضه مع واحدة اسمها هبة سعيد واللي كانت في المرحلة الإعدادية. النصابة راحت وقالت إن محمود أخوها متهم إنه سرق كيس فلوس من المدرسة،
وانها جايه علشان تدور عليه علشان تلم الموضوع، وقالت لها ان محمود اخوكي شكله شايل الفلوس في علبه الذهب بتاعه والدتك. بعد ما هبه دخلتها الاوضه وراحت علشان تكلم والدتها تقول لها على اللي حصل. اول ما رجعت هبه النصابه قالت لها انها ما لقتش حاجه، وطلبت منها انها تنزل معاها علشان يروحوا المدرسه علشان تطمن على اخواتها. نزلت هبه معاها، لكن في نص الطريق قالت النصابه لهبه انها لازم تروح علشان تصور ورق ضروري للمدرسه، ودخلت المكتبه وطلبت من هبه تروح قدامها على المدرسه وتروح تقول لهم ابله ماجده بتقول لكم سيبوا محمود علشان هي ما لقتش حاجه في البيت. بعد ما مشيت هبه خافت انها تروح المدرسه لوحدها، فبالتالي عدت على خالتها اللي كانت شغاله في المركز الطبي. بعد ما حكت لها على اللي حصل، اول سؤال سالته خاله هبه اذا كانت اتاكدت من علبه الذهب بتاعه والدتها قبل ما تنزل ولا لا، لكن هبه قالت لها لا. راحت خالتها قالت لها ان كده اكيد الحاجه اتسرقت. التحقيقات اثبتت ان الحاجه اللي اتسرقت كانت عباره عن 3 غوايش ذهب ومحبس الماظ وسلسلتين وحلق وخاتم. بعد عدد الجرائم المتكرر ده الشرطه بدات تتدخل. اتشكل فريق بحث كان مكون من الرائد عاطف مهران والنقيب خالد عبد الحميد والنقيب جمال عبد العاطي، وبداوا في مناقشه الضحايا علشان يعرفوا تفاصيل اكتر عن النصابه دي او حتى اوصافها او شكلها. بعدها بكام يوم جالهم بلاغ من محل ان في واحده ست جايه علشان تبيع جهاز فيديو بسعر ضئيل جدا مقارنه بسعره الحقيقي، وانها كانت مستعجله قوي وكان باين على تصرفاتها انها مش طبيعيه. ولما سالت الشرطه عن اوصافها اتضح انها نفس الاوصاف اللي قالوها الضحايا في المحضر. وبالفعل الشرطة قبضت عليها بعد معاناة كبيرة جدا، وفضلت الشرطة تلف بيها على بيوت الضحايا اللي نصبت عليهم وعلى محلات الذهب اللي كانت بتبيع لهم الحاجة. المهم ان بعد كده خدوها على اسم تاني طنطا علشان يحققوا معاها. اول ما دخلت الغرفة اللي بيحققوا فيها لقت مجموعة كبيرة من الضباط هيحققوا معاها. كمان كان في ضباط كانت موجودة بدافع الفضول علشان يشوفوا النصابة الذكية دي شكلها عامل ازاي، لكن بحسب الخبر اللي مكتوب ان النصابة شكلها ما كانش بيوحي ابدا على ذكائها ولا على الجرائم اللي عملتها. اول ما بدأوا التحقيق معاها فضلت تصرخ وتقول انها ما عملتش حاجه، لكنهم استدعوا الضحايا علشان يتعرفوا عليها، واول ما شافوها اتعرفوا عليها على طول. والاطفال فضلوا يصرخوا وبقوا يستخبوا عند ابهاتهم منها، لكنها فضلت تصرخ وتقول انها مش عارفه اي حاجه وانها بريئه وما عملتش اي حاجه من التهم دي. في التحقيق لما سالوها عن ظروفها العائليه قالت انها خرجت من المدرسه في تانية اعدادي وابوها مشرف في التربيه والتعليم، لكنهم لما بداوا يحققوا في اقوالها عرفوا ان والدها مشرف زراعي وكانت متجوزة من كهربائي وسابها وسافر لدولة عربية، وعرفوا كمان ان عندها ولد وبنت. لما ضغطوا عليها في التحقيقات بدأت تعترف بكل حاجة، وقالت ان اول عملية سرقة ليها كانت بعد 3 شهور من جوازها، وبعدها تمادت في الموضوع وعملت كل الجرائم اللي قلناها. كمان النصابة بررت سرقتها بانها ما لقتش اي حد يصرف عليها هي واولادها. الشرطة حددت قيمة المسروقات اللي سرقتها النصابة واللي بلغت 100,000 جنيه، والرقم ده كان كبير جدا في الفترة دي. ولما سألوها عن المكان اللي مخبية فيه الفلوس او هي صرفت المبلغ الكبير ده فين، رفضت الإجابة وقالت إنها عايزة تتسجن وما تخرجش تاني من السجن. قصة الست دي يا صديقي هي قصة حقيقية وفيها عبرة كبيرة لينا علشان ناخد بالنا كويس جدا من بيوتنا وأولادنا. الست دي قدرت في فترة قليلة جدا إنها تعمل هالة كبيرة جدا في شوارع المنصورة والشرقية. يكفي إنها نفضت معظم البيوت دي من الذهب اللي كان فيها. كمان بداية ظهور العيون السحرية اللي بنشوفها في أبواب الشقق اليومين دول كانت بسبب النصابة دي. لحد هنا يا صديقي تكون حلقتنا خلصت، لكن قصصنا لسه ما خلصتش. طالما كملت الفيديو لحد هنا يا ريت تشترك في القناة لو بتتفرج من يوتيوب، وتعمل لايك لو بتتفرج من فيسبوك، ويا ريت كمان تفعل زرار الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد. كمان ما تنساش ان في فيديوهات فاتت وفي فيديوهات جاية لازم انك تشوفها. سلام.